وسط السبوع، وانتهى فكري مع أخباري وضاع. جاتني الأخبار في وسط السبوع، وانتهى فكري مع أخباري وضاع. كني قلبي محترق بين الضلوع، والسبب نار الحزن والالتياع. كني قلبي محترق بين الضلوع، والسبب نار الحزن والالتياع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع، وابتدى حزني بأيامي وشاع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع، وابتدى حزني بأيامي وشاع. ما هنا لي زاد ورقاد وهجوع، عايش في هم وكدار وصراع. ما هنا لي زاد ورقاد وهجوع، عايش في هم وكدار وصراع. المصايب جاتني من كل نوع، بس موتك يا حياتي لي ضياع. المصايب جاتني من كل نوع، بس موتك يا حياتي لي ضياع. كن ساعاتي بعد موتك سبوع، والثواني كنها موت وداع. شاعرنا وحبيبنا بعد سماع نشيدة الشيخ أحمد العجمي المرثية التي انتشرت في اليوتيوب نبغى نسمعها. هذا المرثية إهداء إلى كل أم، إهداء إلى كل شخص فقد أمه. يقول: خايف عليها من الثرى غطاها، ولا الحصى حافية خافت ذاها. خايف عليها من الثرى غطاها، ولا الحصى حافية خافت ذاها. أكرم عليها بالكفن ينطوع، بالبيض ظل فراشها وغطاها. أكرم عليها بالكفن هذه أمي، واشهد عليها فما عطت يمناها. هذا الضحى والليل يتحرونه، هذا السماء ونجومها تنعاها. هذا السوالف مثلنا تبكيها، والأرض تنشد عن أثر لخطاها. هذا الكبيرة كبر هذا الدنيا، هذا العظيمة جل من سواها. أبكي عليها، أبكي عليها مو نهار وليلة، ولا سنة تمشي وعد قضاها. أبكي عليها كثر ما شالتني، وكثر الحنين اللي اختلط بغناها، وكثر الأسامي، وكثر من سموها، وكثر نجوم، وكثر من يرعاها. أبكي عليها من القهر يا دنيا، من لي أنا، من لي عقب فرقاها. من فتحت عيني ولا خلتني، وشوفوا ولدها بالقبر خلاها. من فتحت عيني ولا خلتني، وشوفوا ولدها بالقبر خلاها. هل التراب بوجهها ما قصر، شفتوا ولدها كيف هو جازاها. لو انها مكاني ما سوتها، لكن عز عيالها سواها. يدود يدود شفها ذابله، جنبها انا ولدها حاضر وافداها. قطعني هاك اللي تبي من جسمي، بس الكريمه لا تجي بحذاها. واوصيك امانه قل لها تعذرني، وتكفى تروح تحب لي ما طاها. أبيها تغفر لي مثل ما كانت، كل خمرة مني بطيبها ترفاها. يالله عساها بالنعيم الخالد، وعساها في جنة عدن سكناها. يا فضو هذا الكون، يا هو خالي، يا ضيق هذا الدنيا، يا مقساها، يا مر طعم فراقها، يا مرة ماني مصدق أرجع وملقاها. وشلون أجي غرفتها ما هي فيها، وش عذري لسبحتها ومصلاها. شقول أنا لدولابها لشنطتها، وإذا سألني مشطها وحناها وعباتها
ومي زمزم ومصحفها والمبخرة ورشوشها ودواها، الكل في غرفتها متفقدها، حتى الجدار مفطر ويرجاها، الكل يبكيها مهو ناسيها. يا الله صبرني شلون انساها، يا ليتها ما راحت وخلتني او وسعت لي بالقبر وياها. شيخ سعد ايش تبغى تقول؟ يا أخي الحبيب، أنا سأقول عزاء لمن فقد أمه. جهزونا الاتصالات يا إخوان. عزاء لمن فقد أمه. البر الحقيقي يبدأ بعد توديعها، بعد موتها. إليك هذه القصة وقد شاهدت أحداثها. رجل كانت أمه تخيط الملابس ثم ماتت، وقبل موتها عينها قد رمدت من كثرة ما تخيط، وكانت تقول: يا بني، إذا تخرجت تركت هالماكينة الخياطة ورميتها. فلما أن تخرج خرجت روحها وماتت أمه. أتى خاله وهو يبكي، قال له: كفكف دمعك، تحب أمك، بدأ البر الحقيقي الآن، كفكف دمعك، وش لأمك في مالك، كم لأمك من دعائك. قال: أمي اشهد علي لها ثلث مرتبي ما بقيت حيا. يقص لي القصة ويقول: أنا متقاعد من التعليم هذا العام 33 سنة، والله يا شيخ أنني ما تركت شهرا إلا أخرجت من الثلث إلى النصف، وحبب إلي سقاية الماء، أحفر الآبار وأركب البرادات وأجري الماء حتى للبهائم في البر. يقول: الماء لا أذكره، واحسب يا شيخ 33 سنة. الشاهد: يوما خرجت من مسجدي فإذا في عمال يركبون برادة في المسجد، فنظرت إليهم ومسكت رأسي، قلت: يا أبو بندر، أنت أعمى، مسجدك تتركه وتركب في المملكة وخارج المملكة وتحفر آبار، تنسى مسجدك. فإذا بإمام المسجد يضع يده على كتفي ويقول: أبو بندر، أبارك لك الأجر. قلت له: لا تحسن الظن، والله ليست مني. قال: بل هي منك. قلت: والله ما اشتريتها. إذا بابني بدر عمره في الصف الأول الثانوي، ينكب على يدي ويقبلها ويقول: أبوي، أنا 2 أدعي إن الله لا يوريك مكان هالبرادة، لأني أجمع العيديات والمال من 2 عام أجمعها حتى أركب هالبرادة. جدتي يا أبوي ما شفتها، لكن عاشت معنا وعاشت من قوتنا. ثم رفع الشاب الصغير وتوجه للقبلة: يا رب اسقي أبي من سلسبيل الجنة، اللهم إنها عنه وعن والدته. هنا بكى ولا تلام عينه، رد الله عليه الصلاح في ذريته. أحبابي، لو نبكي على نصائب القبور ونسح ولا ألوم عينا تبكي، والله إنها من البر. وهذا دليل كما قال الدكتور خالد: لربما بر مخلوط بتقصير قليل. أتم هذا الدعاء، الصدقة. أمك يا أخي يا من ماتت لو أتتك كل شهر ألا تضيفها يا مسلم؟ أمي لو تجيني ما أحط حقها في الغنم، أحطه في الإبل. يا أخي ضيفها ولو بذبيحة واحدة، بماء، بإطعام الطعام، بأن تكون صالحا في نفسك وأن تصل رحمها. فيا أيها الأحباب، أقول لمن فقد أمه وفعلا ضج الحنين في قلبه والشوق قطع عروقه ولا ألومه، هذه حلوة اللبن، هذه باب الجنة. لكن أقول فضلا من الله أن الله فتح بعد موتهم البر. وأعيد المثال الأول: يا من ماتت أمه ولا والده، لو مريت المقبرة وطلع راسه من نثيلة قبره وصاح: تكفى ونبوك، تكفى ونمك، والله إني في حاجة إلى صدقة، في حاجة ما يوسعها اللحد الضيق، والله لأخرجن من مالي كاملا، ووالله ما أبقي شيء، والله بدون ما يطلعون من قبورهم إنهم في حاجة، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. أنا حقيقة شهدت قصتين قصيرتين.